السلام عليكم. اليوم مع ام وادي ان شاء الله راح ندير لكم حلوه جافه بالزيت اللي هي حلوه المروحه. يعني هذا هو الطابع تاعها كما رانا نشوفوا. واش راح نحتاجوا في هذه العجينه؟ يعني هذه العجينه تصلح حتى اللي صابلي بالزيت، اللي ما يحبوش الصابلي بلا مارغرين يقدروا يديروهم بالزيت. راح نقصت بهذا الكاس تاع 240 مليلتر. راح نحتاج كاس تاع الزيت، كاس تاع السكر كلاصي سكر رطب، كاس تاع لا مايزينا اللي هي نشا، زوج مغارف صغار تاع لافاني غبره، ماذا بكم تكثروا شويه لانه الزيت باش تروح لنا البنه تاع الزيت، زوج حبيبات تاع البيض كاملين، ومغرف صغيره تاع خميره الحلوه. ونلموا العجينه تاعنا بالفارينه. نبداو بالطريقه مباشره. اذا انا ندير البيض تاعي، ندير لهم السكر كلاص تاعنا. يعني هذه حلوه جافه بالزيت، حلوه المروحه. يعني كل مكان كيفاش يسمي هذه الحلوه، ندير بكم في التعليقات كل وحده تسمي لنا، تعطينا الاسم تاعو كيفاش يسموها في المنطقه تاعهم. نخلطهم مليح، نزيد عليهم الزيت. دائما ديروا حسابكم انه كاس تاع الزيت بمثابه 250 غرام تاع لا مارغرين تكون طريه. يعني كانني درت 250 غرام تاع لا مارغرين وهي كاس تاع الزيت. اذا نخلط هذه المقادير مع بعض. اذا ندير كاس تاع لا مايزينا تاعنا، ونبدا نوجد الفرينه تاعي باش نزيدها غير بشويه. اذا ندخل هذيك لا مايزينا تاعنا مليح، ونبدا نلم العجينه تاعي. طبيعه الحال دائما العجينه نخليها طريه، نتحسوا بيدينا بهذه الطريقه باش اذا كانوا اي كتل تاع السكر ولا يعني نفتحوهم. من الاحسن اننا نغربلوا المقادير. المايزينا معليش الا خلطوها بزاف، لكن الفرينه ممنوع. يعني من اسباب نجاح الصابلي تاعنا هي انه العجينه تاعنا ما نخلطوهاش بزاف. الا خلطتي العجينه بزاف الصابلي تاعنا ماش راح ينجح لك، مش راح يجي يذوب في الفم ومش راح يجي هشيش. اذا قسما نلموا العجينه فقط. نزيد المغرف صغيره تاع خميره الحلوه، ونبدا نلم في العجينه تاعي حتى نتحصل على العجينه تكون طريه. نبدا نخلط، نزيد الفرينه حتى تتلم لنا. يعني العجينه تجي طريه لكن ما تتلصقش في اليد. اذا هاي العجينه تاعي بعد ما لميتها كما راكم تشوفوا طريه لكن ما تلصقش في اليد كما رانا نشوف. كما قلت لكم ما لازمش نكثروا التخلاط بزاف على العجينه، الا خلطوها بزاف الصابري تاعنا ما يجيش شباب. نبداو طريقه التشكيل مباشره. انا دائما نستخدم الكيس بلاستيكي، راح تجيني الخدمه به سهله يعني وما تجينيش صعوبات. نحكم شويه تاع العجينه كما قلت لكم، خلوها طريه لاننا دائما نزيد شويه تاع الفرينه. يعني هذيك هي. نفتح العجينه تاعي. هاد الطريقه مليحه بزاف للمبتدئات، والعجينه مش راح تلصق لك في الرولو، ومش راح تضطري باش تزيدي بزاف الفرينه حتى تنشف لك العجينه. وكي تجي ترفديها راح تجيك سهله، مش راح تعذبك وتلصق لك في البلان دو طرافاي تاعك. اذا نفتح العجينه تاعنا، يعني ما هي رقيقه ما هي خشنه لانه نديرو حبه على حبه بهذه الطريقه. نحكم هذاك لو مول تاعنا، انا نحيلو هذاك هذا يعني نحيه. انا هذا المول اللي شريته فيه يعني 2 اشكال، في هذا الورده وفي هذه تاع المروحه. انا حندير هذا. واش ندير؟ نحكم نطبع بهذه الطريقه، يعني نطبع دوائر فقط. يعني هنا باش تنجح لكم الحلوه تاعكم. الا ما عملتوش بهذه الطريقه الحلوه تاعكم مش راح تنجح، وهذاك الشبح راح يلصق لكم في العجينه. اذا هذه احسن طريقه
أننا نطبعوا الحبات وحدهم. إذا نحي الحبيبات تاوعي نديرهم في السنيوه. شوفوا يعني الطريقه باش تنحيها تجي سهله كي تستعملي الكيس. كما قلت لكم هاد الوصفات تنفع حتى باش ديروها دي صابلي عادي، يعني تقبوهم وديروا معجون مربى يعني. اذا انا حنكمل نحي كامل هاد الحبيبات هادوما ونكملوا التزيين تاعهم. من بعد ما عمرت السنيوه تاعي نحكم هذاك لو مول تاعنا ونديروه في الفارينه بطبيعه الحال باش ما تلصقناش في العجينه، ونطبع الحبات تاوعي في الوسط بهذه الطريقه باش يخرج لنا الشكل تاع الورده المروحه يعني بهذه الطريقه كما نشوفوا. بهذه الطريقه يعني باش راح يلصق لك المول، لكن الا ما عملناش هذا يعني خلينا المول لاصق وخدمنا به ماشي راح تنجح لك الحلوه وراح تلصق يعني تعذبك شويه. لكن دائما نحب نسهلوا عليكم ونعطيكم الطرق المناسبه باش تشكلوا الحلوه. دائما نهضر مع المبتدئات يعني. اذا انا حنكمل الحلوه تاعي كامل ندخلها للفرن على 180 درجه حتى تطيب تماما. هنا حسب الرغبه تاع السيده، يعني حبتهم يكونوا بيضه ولا حموره، هنا انت ديري كما حبيتي، طيبيهم يعني كما حبيتي، حمريهم ولا خليهم بيضه. اذا انا نطيبهم ونعاودوا نرجعوا فيما بعد ان شاء الله باش نكملوا التزيين تاعنا. هنا الحلوه تاعي هنا بعد ما طابت ها هي امامكم كما رانا نشوفوا. خلوها تبرد مليح، من بعد نحكم المربى تاعنا المعجون يعني المشمش بطبيعه الحال. حنا عندنا معروف بزاف هذا المربى يعني نستعملوه بزاف الحلويات تاعنا. ندير حبه على حبه نجرب كيفاش نخرج في الطرف هكذا بهذه الطريقه باش نعملوا له التزيين. نبدا نمشيه بالبانسو ولا بصبعي ولا يعني كل سيده يعني تتصرف في المطبخ تاعها كما يساعدها الحال هي. احنا نمدوا الوصفه لكن التزيين يبقى اختياري. ونحكم الحبه نديرها في لانواط كوكو جوز الهند في الطرف. هاد الحلوه تجي روعه لانه كي طيبيها من قبل تكون شويه ناشفه، لكن كي تبدا يعني تبات هذاك المعجون راح يطري لنا الحلوه تاعنا. كما نقدروا نديروا شويه تاع المعجون هنا في الدائره هذه الصغيره هذه، كما نقدروا نديروا لها ملون احمر. هنا التزيين كما قلت لكم اختياري. ها هي الحلوه تاعنا واجده. اذا انا حنكمل كامل الحبات تاعنا ونلتقي فيما بعد في طبق التقديم ان شاء الله. اذا هاي الحلوه تاعي واجده ان شاء الله تنال اعجابكم. يجي الشكل تاعها شباب. نصيحه فقط، الحلوه كي تبات باش تولي طريه يعني لازم حتى الغدوه من داك باش الحلوه تاعنا تولي طريه. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. كما قلت لكم هذه الوصفه تقدروا ديروا بها ميم لي صابلي. ها هما يعني الحبات كبار ما شاء الله، عملوا لي حوالي 23 حبه يعني. ولا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى اللقاء مع وصفه جديده، والى اللقاء.